السلام عليكم اخواني اخواتي متابعي قناه المجنونه. اليوم راح نتحدث عن ما قبل مباراه مانشستر سيتي وريال مدريد، وهل سيلعب رياض محرز بشكل اساسي ام لا. هذا اللي راح نشوفه في هذا الفيديو، فما تنسوش الاشتراك ودعم هذه القناه وايضا الاعجاب. وخلونا نتحدث عن المباراه. صراحه المباراه كما قلنا صعبه جدا، صعبه على كلا الطرفين، على ريال مدريد وايضا على مانشستر سيتي. مباراه راح تكون جميله جدا، راح يكون فيها ممكن اهداف كثيره، ومباراة كما قلنا راح تكون صعبة على كلا الطرفين. على الورق أكيد هناك تفوق لمانشستر سيتي، لأن أول شيء ريال مدريد لم يسبق له الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، متعادل مرتين وخاسر مرتين في 4 مواجهات. ونتحدث عن مانشستر سيتي هذا الموسم في ملعب الاتحاد يقدم في أرقام جميلة جدا ورائعة. 16 مباراة في ملعب الاتحاد، فاز في 14 مباراة، تعادل في مباراة وخسر في مباراة واحدة. فنتحدث عن أفضلية لمانشستر سيتي في ملعبه، ولكن أفضلية مش راح تكون أفضلية جماهير، أفضلية أرقام، لأن الجماهير مانشستر سيتي مش من الجماهير اللي تضغط في الملعب، يعني مش مثل جماهير ليفربول اللي ممكن أنها تضغط على الخصم وتربك الخصم من حيث التشجيع ويكون اللاعب رقم 12. جماهير السيتي جماهير باردة، تشجيعها بارد. حتى غوارديولا كان كل مرة ينادي الجماهير ادخلوا إلى الملعب، شجعوا بحماس إلى آخر إلى آخر إلى آخر. وأيضا ريال مدريد مش من الأفريقة اللي ممكن أنها تتأثر بالضغط، هو متعود على اللعب في الضغط، متعود على اللعب في الكامب نو ويفوز، متعود على اللعب في الأنفيلد في ليفربول وفاز على ليفربول، فهو متعود على الضغط، مش راح يشكل له ضغط الملعب أو ملعب الخصم، مش راح يشكل له ضغط. ولكن المباراة راح تلعب كما قلنا على بعض الجزئيات البسيطة اللي تكون لدى المدرب. أنا أعتبرها هذه المباراة هي مباراة مدربين، مدرب اللي قرأ الخصم في المباراة السابقة وعرف نقاط قوة ونقاط ضعف الخصم، ويحاول أنه يلعب على نقاط الضعف ويحاول أنه يكسر نقاط القوة، هو اللي راح يفوز في هذه المباراة. لذلك أعتبر أن هذه المباراة، مباراة العودة ما بين مانشستر سيتي وريال مدريد، هي مباراة مدربين، راح تلعب ما بين أنشلوتي وما بين غوارديولا. أيضا ريال مدريد عنده بعض النقاط المميزة هذا الموسم في اللي ممكن أنها تخدمه من حيث الأرقام. نتحدث عن ريال مدريد اللي يلعب مباراة ويكون حتى أنه يخسر وبعدها ينتفض ويقدم الريمونتادا. احيانا لما تقول ان ريال مدريد يخسر يفوز، واحيانا لما تقول انه يفوز يخسر. مثلا مباراته في الكاس امام برشلونه اللي كان خاسر 1-0 وبعدها رجع وفاز بالاربعه وتاهل. ايضا مع مباراته مع ليفربول اللي كان خاسر هدفين في اول ربع ساعه وبعدها انتفض وسجل 5 أو 6 وفاز ب5-2 أو 6-2. فتتحدث عن فريق ما يعرفش او ما يتقبلش الهزيمه، ففريق جميل وجيد ورائع، وهذا الشيء اللي راح يكون كما قلنا صعب على مانشستر سيتي. كلا الفريقين عندهم نجوم وعندهم مفاتيح للفوز. لما نتحدث عن ريال مدريد فراح نتحدث عن اول شيء كورتوا اللي يشكل 50% من الفريق، واللي انقذه في مباراه الذهاب تقريبا انقذ 5 أو 4 اهداف محققه. نتحدث عن فينيسيوس السم القاتل، نتحدث عن بنزيما وعن رودريغو، وايضا عندنا في الوسط مودريتش، عندنا فالفيردي بتسديداته القويه، وايضا عندنا كروز بتمريراته الحريريه. نفس الشيء لما نروح الى مانشستر سيتي فعندنا بعض الاوراق الرابحه. نتحدث عن دي بروين، نتحدث عن هالاند، نتحدث عن رياض محرز، نتحدث عن فيل فودين، ونتحدث بشكل اقل شويه برناردو سيلفا وغريليتش، وايضا رودري. حتى رودري من المفاتيح الفوز، ايضا رودري من اللاعبين الجيدين والرائعين سواء في تسديداته او حتى في راسياته الجميله والجيده. فالسيتي عندها نجوم وايضا ريال مدريد عندها نجوم. السيتي عندها ارقام تدعمها في هذه المباراه، والريال مدريد ايضا عنده ارقام تدعمه في هذه المباراه. فمباراه متكافئه بشكل كبير، وراح تلعب على اشياء بسيطه جدا وعلى اخطاء. أنا أعتبرها مباراة اللي ممكن أنها تكون تلعب على أخطاء، يعني الفريق اللي راح يخطئ راح يدفع الثمن. ممكن تخطئ مرة سجل هدف
تطلع المباراة 1-0. المباراة لو نتحدث عنها بشكل تفصيلي راح ناخذ نصف ساعة ونحن نتحدث عن كل لاعب وعن نقاط ضعف ونقاط قوة، ولكن أظن أن أكبر نقطة ضعف اللي ممكن أنه يلعب عليها غوارديولا على ريال مدريد واللي تخوف جماهير ريال مدريد هو الضعف الدفاعي لدى ريال مدريد. ريال مدريد أول شيء عندها أظهرة ضعيفة جدا جدا. كامافينغا ليس ظهير، كارفاخال ظهير إلى حد ما قل مستواه هذا الموسم بشكل كبير، ونتحدث حتى لو وضع ميندي كارثة. وأيضا دفاع ريال مدريد دفاع جميل جدا ورائع، ولكن لما تمارس عليه الضغط راح يرتكب أخطاء، وهذا المفروض أن غوارديولا يلعب عليه في أول نصف ساعة أو حتى في أول الشوط الأول، فيلعب على ممارسة الضغط على منطقة دفاع ريال مدريد من أجل ارتكاب أخطاء، وأيضا يفعل أجنحة تكون سريعة ومهارية ومراوغة وجيدة وعندها عرضيات جيدة. نتحدث عن فودين، وأيضا نتحدث عن رياض محرز من أجل اختراق الأظهرة. أنت جربت برناردو سيلفا وغريليتش ما استطاعوش أنهم يخترقوا. كامافينغا حط برناردو سيلفا في جيبه، وكارفاخال حط غريليتش في جيبه، فالمفروض أنك تفعل أجنحة أخرى تكون أكثر مهارة، أكثر سرعة، أكثر خفة، ممكن أنها تخترق الأظهرة. وريال مدريد إذا اخترقت أظهرته فتقريبا 70% مبروك عليك الفوز. ولكن أيضا ريال مدريد يتمتع بالخفة، ريال مدريد يتمتع بنقل الكرة المباشر والسريع إلى المرمى. شفنا الهدف الأول لريال مدريد في المباراة الأولى كيف من تمريرتين فقط، 3 تمريرات جاء الهدف الأول. تمريرة من كامافينغا إلى كروز إلى كامافينغا إلى على ما أظن مودريتش أعطاها لفينيسيوس، فينيسيوس شاف الحارس متقدم فسجل الهدف. فهذه الخطورة الكبيرة جدا 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 لريال مدريد، الوانتو والنقل السريع والمباشر للكرة ولعبها بشكل مباشر للمرمى. أيضا السيتي عندها بعض نقاط الضعف لتمكن ممكن أيضا في الوسط، نتحدث خاصة عن غاندوغان اللي ضيع الكرات بشكل كبير، وشفنا هذا في مباراة إيفرتون ضيع كثير من الكرات، ولولا أن سجل هدفين وصنع هدف لكان ربما من أسوأ اللاعبين في تلك المباراة. فأيضا من نقاط ضعف في السيتي أنه ما يفعلش الهجمات المرتدة، خاصة لما يلعب ببرناردو سيلفا وغريليتش، لاعبين اللي لما تكون هجمة مرتدة من المفروض أنه يكون لعب مباشر إلى الأمام، فيمسك الكرة ويبدأ يدور ويلف فيكسر الهجمة المرتدة، يرجع الدفاع فتروح الهجمة المرتدة. وحيد اللي يلعب الهجمة المرتدة بشكل سريع في التشكيلة السابقة هو دي بروين، وعندك هالاند. فأكيد إذا كنت راح تفعل هجمة مرتدة، وهجمة مرتدة من مفاتيح الفوز على ريال مدريد كما فعل ذلك جيرونا وكثير من الأندية اللي فازت على ريال مدريد في لا ليغا، فأكيد راح تستعمل على الأقل واحد من الاثنين، يا محرز يا فودين، اللي يلعبوا الهجمات المرتدة بشكل سريع وجيد. ولكن أظن أن هذه المباراة راح تكون مباراة ما بين غوارديولا وما بين أنشلوتي. غوارديولا هذا الموسم تحسن بشكل كبير، أصبح واقعي، أصبح ما يلعبش بالدفاع متقدم، أصبح يوازن ما بين الدفاع وما بين الهجوم، خاصة بعد كأس العالم. غوارديولا أصبح غوارديولا مغاير تماما، شخص ثاني. ولكن أنشلوتي عنده ميزة كبيرة جدا، وهي الدهاء. أنشلوتي من المدربين اللي يجد حلول أمام كل مباراة ويكون خاسر 1-2 أو 1-0 أو 2-0، ولكن يجد حلول، يخلق حلول. هذا الشيء اللي يتفوق فيه أنشلوتي ويتفوق فيه ريال مدريد في هذا الموسم. إذا استطاع أنشلوتي أنه يفك شفرة مانشستر سيتي ويقرأ مانشستر سيتي بالشكل الصحيح، فأكيد راح يشكل خطورة كبيرة على مانشستر سيتي. فأنا أرى أنها مباراة صعبة متكافئة لكلا الطرفين. أظن أن ريال مدريد راح يدخل بنفس التشكيلة اللي دخل بها في المباراة الأولى، مع التغيير فقط في الدفاع. عندنا كورتوا، عندنا كارفاخال، عندنا كامافينغا، وعندنا ميليتا، وعندنا روديغر. أكيد مش راح يستعمل أرابا، ولكن راح يستعمل روديغر، لأن روديغر استطاع أنه يراقب ويعمل بلوك لهالاند. في الوسط أكيد عندنا مودريتش، كروز وفالفيردي، في الهجوم عندنا رودريغو، بنزيما وفينيسيوس. أما بالنسبة لمانشستر سيتي فأظن أن راح يكون تقريبا نفس التشكيلة. عندنا إيدرسون، وعندنا كيل ووكر، دياز، أكانجي وستونز.
او ممكن اذا كان اكي متوفر راح يكون اكي، اكانجي، دياز، ستونز في الجهه اليمنى ليتحول كما قلنا او يدخل الى الوسط كلاعب وسط داعم. عندنا رودري في الوسط، عندنا غاندوغان، دي بروينا، عندنا برناردو سيلفا، هالاند وغريليتش. هذا إذا أراد جوارديولا أنه يلعب بنفس الطريقة ويحاول أنه يخلق حلول وما يتهورش أو ما يضغطش بشكل كبير. أما إذا أراد أنه يفعل السرعة والمهارة ويلعب على العرضيات وأيضا يلعب بأجنحة فعالة وسريعة وممكن أنها تصنع لها الفارق في الشوط الأول، فأكيد راح يكون يلعب بواحد من الاثنين، إما رياض محرز على الجهة اليمنى أو فودين على الجهة اليسرى. أظن أن جوارديولا مش راح يخاطر، أكيد راح يلعب بنفس التشكيلة المرة السابقة وراح ينتظر. إذا ما لقاش حلول في الدقيقة 60 إلى 70 راح يدخل محرز وفودين، ولكن إذا لقى حلول وفاز باثنين أو ثلاثة أيضا راح يكون هناك مشاركة لي. أنا أظن أن مشاركة رياض محرز راح تكون هي وفودين راح تكون حتى ولو في الدقائق الأخيرة لتنويع اللعب وخلق أيضا حلول. مباراة صعبة صراحة، مباراة صعبة جدا جدا على كلا الطرفين، مباراة كما قلنا متكافئة ومباراة تكتيكية بشكل كبير. أكيد راح نستمتع في هذه المباراة، ونتمنى أنا كمشجع للسيتي وكمشجع أيضا لرياض محرز أتمنى أن مانشستر سيتي تفوز على ريال مدريد وأيضا تفوز على الانتر، لأن تقريبا الانتر هي حسمت الصعود إلى النهائي، والانتر فريق مش عادي، يعني فريق صعب جدا. راح نتحدث عن هذا لما نتحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 إن شاء الله. هذا اللي كان معنا بخصوص ما قبل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، وأيضا حول إذا كان راح يلعب رياض محرز أساسي أم لا. نتمنى أننا نشوفه أساسي، ونتمنى أننا نشوفه يقدم مستوى جميل جدا كما عودنا على ذلك في دوري أبطال أوروبا وخاصة في النصف النهائي. تعجبك هذا الفيديو محتوى القناة تبقى على الاشتراك في زر الجرس، الإعجاب، التعليق ليصلك دائما الجديد حول كرة القدم وحول أخبار محترفين. إلى الملتقى، سلام.